إن ما جرى في تل عيران وتل حاصل لا يمكن فصله عن ذاكرة مثقلة بالانتهاكات التي عاشتها هاتان البلدتان واللتان دفعتا أثمانا باهظة من دماء المدنيين والتهجير القسري وفقدان الأمن والاستقرار وإعادة إنتاج مشاهد العنف بحق السكان وخاصة النساء لا تؤدي إلى تعميق الجراح وزعزعة الثقة وتهديد فرص الاستقرار التي يتطلع إليها السوريين جميعا. كما نعبر عن بالغ قلقنا من استمرار الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في عدد من المناطق السورية سواء في الساحل أو الجنوب أو شمال سوريا، الأمر الذي يؤكد أن العنف ضد المدنيين ما يزال يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد ويقوض أي جهود لبناء دولة ديمقراطية تقوم على العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يتطلع فيه السوريين إلى طي صفحات الحرب وإرساء الأمن والاستقرار. لا يمكن القبول باستمرار أي ممارسات تنتهك حرمة المنازل أو تمس كرامة النساء أو تبث الخوف بين المدنيين. إن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر القوة والعنف بل عبر احترام القانون وصون الحريات وحماية الإنسان دون أي تمييز. نحن لازم ما نسكت على هاي الجرائم اللي تصير ضد المرأة، لأنه المرأة نصف المجتمع، وأي انتهاك ضد المرأة يعني هو ضد المجتمع رح يكون. فنحن يعني نحن صبرنا كثير على هيك الجرائم وتحملنا إنه فنحن لازم المرأة يعني تكون إلها صفة ومسؤولية أكثر. المرأة لازم ما تتعرض لهيك عنف لهيك عنف وانتهاك،